حقق برشلونة انتصارا ثمين ومعقد على حساب ضيفه ريال سوسيداد في المباراة المقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم. هذا الانتصار الثاني على التوالي رفع رصيد برشلونة إلى 20 نقطة وأصبح في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة وتراجع للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم. وسنعرض لكم تعليقات الصحف الإسبانية على فوز الفريق الكتالوني الذي جاء بصعوبة بعد الأداء القوي لريال سوسيداد. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية كتبت قائلة: برشلونة يتألق ويصعق ريال سوسيداد. من جانبها صحيفة سبورت الكتالونية كتبت قائلة: برشلونة يطيح بالمتصدر. وفي الجهة المقابلة صحيفة آس المدريدية كتبت قائلة: برشلونة يقتحم سباق الدوري الإسباني لكرة القدم. وكذلك صحيفة ماركا المدريدية كتبت قائلة: برشلونة بوجهين يسقط المتصدر. أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على تكرار واقعة نادرة في مباراته بالدوري الإيطالي خلال لقاء أتلانتا يوم أمس، وتعادل يوفنتوس مع أتلانتا بهدف مقابل هدف ضمن منافسة الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد عرقلة كيزا داخل منطقة الجزاء، تقدم كريستيانو لتسديدها في الدقيقة 61 إلى أنه أهدرها بعد تألق الحارس جوليني في التصدي لها بشكل رائع. وتعد هذه الركلة هي الثالثة التي يهدرها الدون في الدوري الإيطالي منذ انضمامه للسيد العجوز. وأضاع رونالدو ركلة جزاء أمام كييفو فيرونا وركلة ثانية أمام سامبادوريا في موسم 2019-2020. وزاد رونالدو رصيد ركلات الجزاء التي أهدرها إلى 4 ركلات في مختلف المسابقات، حيث كان الدون قد أضاع ركلة أخرى في كأس إيطاليا أمام إيسي ميلان. وفي المقابل ومنذ انضمام الدون ليوفنتوس تمكن البرتغالي من تسجيل 26 ركلة جزاء بمختلف المسابقات. علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعادل فريقه أمام فريق أتلانتا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم. ونشر رونالدو صورتين من المباراة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وكتب عليها قائلا: ليست النتيجة التي أردناها، ولكن حان الوقت الآن للتعافي جيدا والتركيز على اللقاء القادم. وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 61، علما أن اليوفي كان متقدما عن طريق كيزا منذ الدقيقة 29. يستعد نادي لايبزيغ الألماني للتعاقد مع لاعب خط وسط فريق ريد بول صالزبورغ الدولي المجري دومينيك سوزوبوزلاي خلال قادم الساعات. ووفقا للمعلومات الواردة من الصحف الموثوق فابريزيو رومانو، فإن دومينيك سوزوبوزلاي سيخضع للفحص الطبي اليوم في لايبزيغ. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يكمل النادي الألماني التعاقد مع اللاعب الشاب خلال الساعات القادمة، بما في ذلك الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب خط الوسط. وارتبط دومينيك سوزوبوزلاي صاحب 20 عاما بالعديد من الأندية الأوروبية، على رأسها ريال مدريد وأرسنال. ترغب العديد من الأندية في التوقيع مع مهاجم فريق بروسيا دورتموند الدولي النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند. ووفقا للمعلومات الواردة من الصحف فابريزيو رومانو، فإن هالاند لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله قبل نهاية الموسم. وأضاف المصدر أن هالاند يريد التركيز على موسمه الحالي مع الفريق الألماني، وسيحسم مستقبله بشكل نهائي عند انتهاء الموسم. وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد وبرشلونة من أبرز الأندية المهتمة بالتوقيع مع صاحب 20 عاما.
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا عن موعد قرعة كأس السوبر الإسبانية التي ستقام في منتصف شهر يناير القادم. وسيجري الاتحاد اليوم اجتماعا استثنائي وخلاله سيتم سحب قرعة كأس السوبر الإسباني للرجال ابتداء من الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. ومن المقرر أن يشهد كأس السوبر الإسباني مشاركة 4 فرق كما حدث في العام الماضي، وهي ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد. ويشارك ريال مدريد بصفته بطل الليغا، بينما يشارك برشلونة بصفته وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يشارك أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد كونهما طرفي نهائي كأس الملك. ومن جانبها قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إن ريال مدريد وبرشلونة لن يتواجها إلا في نهائي كأس السوبر إن حدث ذلك. يذكر أن مباريات نصف النهائي ستقام يوم 13 و14 يناير المقبل، بينما يلعب النهائي يوم 17 من نفس الشهر. لا يزال نادي ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة، علما أن اللاعب ينتهي عقده في 2022. وكان ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد أبدى ثقته ببقاء كيليان مبابي ونيمار جونيور مع باريس سان جيرمان. ووفقا للمعلومات الواردة من موقع أوروسبور، فإن ريال مدريد يملك الموارد الكافية من أجل تقديم عرض مغري للتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان. وقد يوافق النادي الباريسي على بيع كيليان مبابي من أجل تمويل صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. بدأ فريق ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره إيبار يوم الأحد في الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ووفقا للموقع الرسمي، فإن هازارد وماريانو ويوفيتش أكملوا جزءا من التدريبات ثم وصلوا العمل بشكل فردي على أرضية الملعب وداخل المرافق. وأشار النادي بأن مارتين أوديغارد تدرب مع المجموعة بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة، في حين عمل اللاعبون الذين لعبوا ضد بيلباو داخل وخارج الملعب. يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة بنفس رصيد ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، في حين يحتل إيبار المركز 11.